الله سبحانه وتعالى خلق الحياة وقنن قوانين طبيعية قوانين غيبية. مثل ما هذا القانون الطبيعي يشتغل، كذلك القانون الإلهي هم يشتغل. والآية تؤكد أن قانون الله سبحانه وتعالى ما يتحول ولا يتبدل، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلا بد أن نعرف هذه السنن، لأنها ترتبط فينا إحنا كمجتمع بشكل مباشر. من هذه السنن المهمة جدا، لعلها من أهم الأسباب في ضياع مجتمعنا، سنة التزويج. إلا تفعلوه، يعني إذا ما سويتوه شنو النتيجة راح تكون لكم أنتم أيها المجتمع؟ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الآية اللي قبلها قاعد تتكلم عن شنو؟ قاعد تتكلم عن نصرة المؤمن، عن التعامل مع المؤمن. لازم قلبكم يميل على منه؟ على الذي والي الله سبحانه وتعالى وأهل بيته عليهم السلام. إلا تفعلوه، ترى إذا ما سويتوا هالشيء، ما عبرتم المؤمن، ما احترمتوه، ما نصرتوه، شنو النتيجة؟ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. رسول الله صلى الله عليه وآله رواية مهمة: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، هم خلق مرضي هم دين مرضي، يوالي أهل البيت عليهم السلام، فزوجوه. من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الكلام: إلا تفعلوه، لو ما سويتوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لما نوقف مع هالآية نكتشف أن كثير من الآثار السلبية اللي قاعد تصير في مجتمعنا، الضياع، التفكك الأسري، المشاكل اللي قاعد تصير، هذا الفساد الموجود سببه أنا وأنت بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر. شلون؟ عندما أتى هذا اللي خلقه زين واللي دينه زين رفضناه. الآية الكريمة في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر. شلون ظهر الفساد والبر والبحر؟ من الله، بما كسبت شنو؟ أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا. الله يبي يعطيهم سنة إلهية: أنتم أيها الناس، أنا وأنت مسؤولين عن الفساد. يعني هذا الفساد والبحر طلع من وين؟ مني ومنك. هذا الفساد اللي قاعد يصير أنا وأنت مسؤولين عنه. الله سبحانه وتعالى هم رحمنا وخفف المسألة، والمفروض أكثر يسيد الفساد، ليذيقهم بعض شوية من الذي عملوا. لو كل الذي عملوا كان الدنيا انهارت، لكن شوف الهدف: لعلهم شنو؟ يرجعون. الله قاعد يخلي السنة تمشي بشكل طبيعي، على أساس يوم من الأيام أنا وأنت نلتفت نقول صدق ليه متى على هالوضع؟ ليه متى إحنا مو متدينين؟ ليه متى هالمعاصي؟ فإذا فعلا كنا نحبه، فعلا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أولى بأنفسنا، إذا نعيش هالآية نزوج وما نرفض، ونفكر بطريقة صحيحة، لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومطلوب منا نحيي هذه السنن العظيمة.